لو انا ماسكه له حاجه واعرف احسسه بالذنب في اللحظه دي هيعمل اللي انا عايزاه لو هو خايف مني. لو انا بجعر كراجل كتير وبتخانق كتير وهي بتخاف مني انا هكسب في الموقف ده. لما انا بكسب او هي بتكسب التاني اللي بيعمل اللي انا عايزه عشان اتقهر، القهر ده حتى لو انا كسبت في الموقف ليه تمن. الدنيا بتبوظ 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 بتبوظ. وصلنا لكده ازاي؟ نتخيل ان الراجل دخل على بيته، مراته طلبت منه حاجه وهو قال لها لا علشان انا مش عايزك تعملي الحاجه دي، والست تقول النبي عايزك تعملي ومش عارفه ايه وبتاع، ويقول لها لا عشان انا اللي بقول. تروح هي مقموصه وبعديها بيومين يلاقوا نفسهم في الجو كده في اوضه النوم، تروح تقول له ايه؟ اصل دماغي بتوجعني، اصل مش قادر. هي بقى تبتدي تزود العيار ده، هو يبتدي يزود العيار ده. هي بتطلب حاجات هو بيقول لها لا، هو عايز منها حاجات هي برضو بتقول له لا، بس هي ليها طريقتها وهو ليه طريقته. هو ليه طريقته بان سي سيد انا اللي بقول، انا اللي بعمل، انا اللي رايي ما تعمليش ده عشان انا قلت، ما تعمليش ده عشان ده انا راجل البيت، والحاجات دي ما ينفعش عشان انا وهي بطريقتها بتقول له لا في حتة تانية. فبيحصل ايه؟ بنبتدي نبعد عن بعض، نبتدي يجيلنا احباط، ما يبقى لناش مزاج قوي نقعد مع بعض. نلاقي نفسنا انا بتفرج بالليل على التلفزيون في الصاله وهي بتتفرج في التلفزيون في اوضتها، بنصحى الصبح حتى نبتدي نتخانق وما نقولش حتى صباح الخير مع بعض. ابتدي اقعد في القهوه مع صحابي اتفرج على ماتش كوره وهي تبتدي تجري ورايا علشان خاطر هي ابتدت تحبط، مش فاهمه انا ببعد عنها ليه، فتبتدي تخاف. لما تقرب مني احس ان انا قرفان، مش عايزه اقرب، مش عايزاها تقرب. هو يقرب منها علشان محتاج، تقوم هي تقول هو جاي لي النهارده ليه بعد ما انا قلت له مش عارفه ايه وعامل لي ايه. الدنيا بتبوظ 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 بتبوظ. وصلنا لكده ازاي؟ فين ابتدت الحكايه دي عشان توصلنا للحته دي؟ القصة بتبتدي في حتة لا يمكن تتخيلوها. القصة دي بتبتدي بإني أنا قبل ما أتجوز وهو قبل ما يتجوز، بني آدم عاش حاجات في حياته وصلته يبقى الشخصية اللي أنا فيها بوصل يوم جوازي. يعني أنا عشت حياة وصلتني لأن أنا بنيت شخصية، والشخصية دي اتعرفت على البني آدم ده اللي هو كمان عنده قصة وتاريخ اتبنى فيها وبنى شخصية، والشخصية دي مع الشخصية بتاعتي لقيوا بعض، حصل بينهم جذب وحبوا بعض. في حالات كتيرة الحب ده ما بيحصلش، بيبقى فيه اكتر دماغي بتقول ان هو راجل كويس ليا اصله، وهو بيقول دي الست المناسبة للمجتمع واهلي ففي لعباكة كده في القصة اللي احنا الجذب ده والحب ده، في حتة فيها الحب ده وفي حتة فيها العيلة عايزة المستوى بيقول الفلوس المتوفرة بلا 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 بلا. يعني الحالة الاجتماعية بتقرر معايا انا بختار ازاي ومين، وبختار كتير بعقلي وبالقلبي برضو، بس في من ده وعلى ده، وفي ناس اكتر من قلبها واقل من عقلها، وفي ناس اكتر من عقلها واكتر من قلبها. يعني في حته مكعبله كده. المهم ان الشخصيه اللي عاشت حياتها لغايه لما وصلت للحظه دي، والراجل عامل نفس الحكايه. الراجل ده والست دي لما بيتقابلوا وكل واحد جاي من مكان مختلف خالص عن الاولاني، جاي زي ما تقولوا شايل شيله، هنسميها الشيله. انا جاي بشيله وهي جايه بشيله، والشيله دي في عقلي الباطن. عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا 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 جدا. عقلي الباطن بيقرر 95% من اللي انا بقوله، من اللي انا بعمله، من اللي انا بختاره، من اللي انا معتقد بيه. 95% منه عقل باطن و5% عقل واعي. انت بعقلك الواعي اخترت البني ادم اللي انت هتتجوزه، وبعقلك الواعي بتعمل كل اختياراتك، ومتخيل ان عقلك الواعي هو اللي عامل 100% بتوعك. وبتسمع في السيكولوجية بيقولك ان العقل الباطن ليه جزء وانت مش داريان الجزء ده بيعمل وبيتصرف في حياتك ازاي. انا بقولك النهاردة وانت ممكن تبحث عن اللي انا بقوله علميا
ان 95% النهارده معروف من اللي احنا بنعمله في حياتنا، بنعمله، بنقوله، بنحسه، بنختاره، نابع من العقل الباطن. و5% اللي انت متخيل ان هم كل حاجه، عدتها تاني عشان دي مهمه قوي، هم اللي ايه؟ عايشين القصه. فخليني اكمل في الاتجاه ده. فانا جاي ب95% حياتي شايل شيله، والطرف التاني شايل شيله، فاحنا الاتنين كل واحد جاي بشيلته. وفي حياتنا العامه لما احنا متعودين كثقافه عاطفيه عامه ان لما حد بيقول لي حاجه تضايقني انا بنفعل وبنكر وبدافع عن نفسي. كلنا بنعمل كده. لو حد قال لي كلمه ما عجبتنيش، انت حمار، الحمار انت ازاي ما تدينيش اللي انا عايزاه، وانت بتديني اللي انا عايزه، انت ما بتعمليش الحاجه الفلانيه بتبسطني. طب ما انت اخد بالك انت كمان، انا بقول لك كام مره ترمي الزباله وكل مره تنزل من غير لما تاخد الزباله معاك، وانت مش اخد بالك ان انا كل الفلوس اللي انا بديها لك دي انت ما بتشتغليش، انت قاعده ما بتعمليش حاجه، امال تربيه العيال دي ايه؟ ما هي الشغل. فانا حاسه ان انا مش متقدره، هو حاسس ان هو بيدفع فلوس لواحده منكره. كل الحاجات دي اللي احنا عايشينها في العلاقه بتبتدي تتراكم وبتخلق البعد، الانسحاب، الانحباط، عدم البتاع. فانا بقول لكم احنا داخلين العلاقه اوريدي شايلين شيله. احنا الاتنين كل واحد جاي من حياته عنده انفعالاته وعنده الحته اللي هو حساس فيها. ايه اللي بيحصل في العلاقه يا جماعه؟ اللي بيحصل انه لما هو بيدوس على حاجه بتضايقني وانا بنفعل، او بيحصل العكس، انا بدوس على حاجه بتضايقه فهو ينفعل، انفعاله بيخبط في انفعالي ونبتدي نتخانق احنا الاتنين، والانفعال ده بيفضل يتطاول ويتصاعد لغايه مين اللي بيكسب في الاخر؟ اللي اقوى في الموقف. ففي الحاله دي احنا بنبقى عايشين زي الغابه، الحيوان اللي اقوى بيكسب. لو انا ماسكاله حاجه واعرف احسسه بالذنب في اللحظه دي هيعمل اللي انا عايزاه لو هو خايف مني. لو انا بجعر كراجل كتير وبتخانق كتير وهي بتخاف مني، انا هكسب في الموقف ده. لما انا بكسب او هي بتكسب، التاني اللي بيعمل اللي انا عايزه عشان اتقهر، القهر ده حتى لو انا كسبت في الموقف ليه تمن. الانسحاب، ان انا بخاف، خوفي ده بيخليني ابتدي اتصرف بطريقه انا برضو مش داريان بيها. انا فجاه الاقي نفسي ملياش نفسي قوي اقعد في البيت بعد شهور وانا مش داريان. احنا بنوصل للحاله دي لاننا في التفاعلات بتاعتنا ما بنوصلش للنتيجه العاطفيه اللي تقربنا من بعضينا، ما بنحسش ان احنا بنسمع بعض. فانا عايزه اقف هنا دلوقتي علشان في الحلقه اللي جايه نبتدي نتعرف على ما بنسمعش بعض ليه، وايه قصه سمعنا لبعض، وازاي نتعلم نسمع لبعض، واقول لكم التكه الحقيقيه اللي تخلينا نبتدي نسمع عامله ازاي عشان نبتدي نحسن علاقاتنا بسمعنا لبعض عاطفيا. خليكم معايا في الحلقه الجايه.